إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال الحديث يؤمن بالله، فالإيمان طريق الجنة، ونحن نعتقد أن العمل الصالح من الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فقال له سيدنا رسول الله يؤمن بالله. فقال أبو ذر فقلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، يعني ما فيش عمل يعمله مع الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام يرضخ مما رزقه الله. يعني إيه؟ يعني ينفق مما رزقه الله. فقال أبو ذر فقلت يا رسول الله فإن كان معدما لا شيء له، ما معهوش مال، فإن كان معدما لا شيء له. فقال صلى الله عليه وسلم يقول معروفا بلسانه، قل كلمة طيبة أو اسكت، قل معروفا، ذكر بالله، لا تكذب، لا تنقل نميمة، لا تقع في غيبة، لا تروج إشاعة كاذبة. قال أبو ذر قلت يا رسول الله فإن كان عليا لا يبلغ عنه لسانه، حتى الكلمة ما يقدرش يتكلمها. فقال له صلى الله عليه وسلم يصنع لأخرق، والأخرق هو الأبله الذي لا يستطيع ولا يحسن التصرف لضعف إدراكه وعقله، هذا هو الأخرق. فقال له النبي مش قادر يقول كلمة طيبة، مش قادر يقول معروفا بلسانه، يصنع لأخرق. فقال أبو ذر فإن كان أخرق، هو نفسه أخرق يا رسول الله. قال أبو ذر فالتفت إلي رسول الله وقال يا أبا ذر ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليكف عن الناس أذاه. عاوز تجرده من كل خير، يكف عن الخلق أذاه، فهو في كل خير. كف أذاك عن الخلق، لا تقتل أحدا ولا تنقل نميمة عن أحد، ولا تنقل إشاعة تتهم بها أحدا، ولا تظلم ولا تكذب ولا تقذف. فأنا لا أعلم زمانا، والله لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه كبيرة القذف كهذا الزمان، كزمان الإنترنت والفضائيات. فالفضائيات كل ليلة ترتكب كبيرة القذف، يجلس هنا وتجلس هذه، يجلس هذا وتجلس هذه، ليقذف هؤلاء الناس بالباطل والبهتان بلا بينة ولا دليل ولا برهان، وكأن الأمر صار سهلا وميسورا. وهذه كبيرة من الكبائر تسمى بكبيرة القذف، لها أحكامها ولها ضوابطها، والكلام فيها طويل وقد أفردت لها خطبة كاملة. الشاهد أيها الأفاضل، أبو ذر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. قال يؤمن بالله. قال أبو ذر قلت إن مع الإيمان عملا.